إذا جاد الزرع جاد الضرع. بمنطقة حمر للون الأبيض حضور كونه لون الحليب الذي تنتجه المنطقة متصدرة كل جهات هذا الوطن. 300 فلاح ينخرطون في تعاونيتين، لهم 700 بقرة حلوب، يد عاملة مهمة، وصارت لهم مداخيل القارة وتحسنت ظروف العيش. قلة التساقطات تستدعي إجراءات استثنائية. بدينا بقيرة جوج، دابا حنا هادشي باش كان المصدر ديالنا هو باش كنعيشوا هاد الحليب دابا، ولكن حنا كنطلبوا من وزارة الفلاحة باش تنقص لينا من العلف. دابا العلف غلى من الحليب. الحليب داير 60 ريال 55، العلف داير 70 75. اذا راه الفلاح مسكين ضيع. عمليات الحلب والتجميع والنقل وكذا المراقبة والتسليم للشركة التجارية نشطت يدا عاملة مهمة واقتصادا عائلي. الحساب الإجمالي كنلقاو 2900 شخص يعني كيعيشوا على مدخول هذا المنتوج اللي هو الحليب. وكما ترون أصبحت هذه المنطقة كتعتمد بالدرجة الأولى على إنتاج الحليب. استمرت التعاونية من 2003 إلى يومنا هذا. كان واحد التحسن وواحد الانطباع على الساكنة أجمع، إلا أنه في هذا كان هناك إكراهات مناخية عانى منها الفلاح. منطقة حمر لا تعرف تساقطات منتظمة حتى حين ترتوي مناطق أخرى، وهنا تكمن هشاشة هذا الاقتصاد. بالنسبه للمنطقه ديال ولاد معاشو سيدي الشيكر، هنا هذه واحد المنطقه ماشي من اللي في هذه المنطقه ديال الحمر هذه، ولو انه كتكون مثلا سنه فلاحيه جيده وتكون تساقطات سكانات، هذه المنطقه معروفه شبه جافه. ولو تكون تساقطات كتبقى المنطقه شبه جافه وكيتكرفس فيها الفلاح. 7 أطنان من الحليب يوميا وبجودة عالية تلبي جميع المعايير الصحية والتزام صريح بقانون التعاونيات.